السلام عليكم خاوتي. اليوم حبيت نهضر لكم على موضوع مهم بزاف اللي هو علامات واعراض مرض الكلى. هنا الكلى راها من اهم الاعضاء في الجسم الانسان، عندها دور كبير في تنظيم الدم من السموم. تخيل معايا انها تغسل الدم اكثر من 40 مره في اليوم. نعم، عندها دور كبير. وهنا كي تبدا تتعب الكلى غادي تبدا تظهر علامات في الجسم تاعك، وهذه العلامات غادي نحكوا عليها بالتفصيل وحده بوحده. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. وكملوا معايا الفيديو حتى الاخير، راح تدوا معلومات قيمه وما اول حاجه اللي هي انتفاخ وتورم. هنا تحس رجليك ولا وجهك راهم منتفخين، خاصه تحت العينين. هنا راك تحبس سوائل في جسمك لان الكلى صاي ما قدرتش تخرجهم، بالتالي غادي تلقى هذا الانتفاخ والتورم. العامل الثاني اللي هو تغيرات في البول. هنا البول تولي فيه كالرغوة، قص ولا زاد بزاف ولا لونه أحمر. هنا كل هادو المؤشرات بلي كاين خلل في تصفية البول، وممكن يكونوا بروتينات أو الدم فيه. بالتالي غادي تلقاي تغيرات هادو في البول، قادر يكون عندك مشكل في الكلى. أما بالنسبة للعامل الثالث واللي هي حريق ولا ألم وقت التبول. تحس كل حريق هنايا تولي كي تروح للحمام بزاف حتى في الليل، وتحس ما تحس باللي المثانه تاعك ما فرغتش كما لازم. ممكن يكون عندك التهاب في المسالك البوليه ولا واصل حتى للكلى. هنا لازم تكون حذر من هذا الشيء. اما بالنسبه للعامل الرابع واللي هي تحسي بالتعب والارهاق. تحس روحك دائما تعبان حتى بلا سبه. هنا الكلى كي ما تخدمش مليح راح تتراكم ديك السموم، لان قلنا هي تصفي داك السموم بالتالي في الجسم تاعك، وتخليك دائما تحس بهذاك الارهاق والشعور بالتعب واحساس بالاختناق. أما بالنسبة للعامل الخامس واللي هي صعوبة في النوم. هنا كي تحس بهذاك الإرهاق والأرق راح يحرم عليك داك النوم، تولي تصحى بزاف في الليل، يولي الجسم تاعك ماشي مرتاح من الداخل، بالتالي غادي تولي ما ترقدش بزاف. أما بالنسبة للعامل السادس وهو الجلد، ولا يحك بزاف، زعما تولي عندك الحكة بزاف، تحس بال يكون عندك بسبب التراكمات هذوك الفضلات تحت الجسم، تحت الجلد تاعك تولي تحك بزاف. اما بالنسبه للعامل السابع واللي هي نقصان الوزن. هنا ما تفهمش روحك على هذاك النقص الوزن، رغم انه ما تبدل والو، تقول كيفاش هذا الوزن تاعي اللي راه يهود بسرعه، على خاطرش يكون كاين تراكم السموم، وهذا هو السبب اللي يخليك تنقص من الوزن. اما بالنسبه للعامل الثامن واللي هي التشنجات العضليه. هنا رجليك ولا يديك تجيهم شد عضلي، تحس كما نقولوا لا كرومب. هو السبب هو اختلال المعادن في الجسم تاعك، خصوصا عندك الكالسيوم والبوتاسيوم. هادو هما النقصان تاعهم غادي يخلي التشنجات العضليه تكون بزاف. اما بالنسبه للعامل التاسع واللي هي تحس كي طعم غريب في الفم تاعك، تحس باللي حاجه طالعه ريحه كريهه من فمك. هذه راها من المعادن اللي زادت في الدم، بالتالي غادي تعطي ديك الرائحه وتخرج من الفم. هنا لازم تكون حذر. اما بالنسبه للعامل العاشر واللي هي هنا تحس بالاغماء والدوخه. هذيك الدوخه هي اللي تسيطر عليك وتحس روحك داخله في التعب والارهاق والدوخه، وتحس خطرات حتى باغي تتقيا، الغثيان والتقيؤ. بالتالي هادو العوامل ما لازمش نهملوها لانها مهمه لصحه الانسان. هادو العوامل اذا لقيت فيهم اغلبيه فيك ولا تحس باللي راهم متواجدين فيك، ما تنساش تزور طبيب ودير تحاليل لازم، لانه الكلى راه عنصر هام في الجسم، انه يطرد السموم من الجسم. بالتالي اذا تهاونت ولا راح تتكاتت قادر يصرى لك لي كريز تاع الكلى، وبالتالي غادي تكون في حاله خطيره. هنايا ماذا بكم هادو العوامل اللي ذكرتهم، قادر يكون عندك التهاب في الكلى او يكون عندك حصى في الكلى، وبالتالي هنايا كي تزور طبيب غادي يعطيك التحاليل اللازمه. وكنصائح نعطيها لكم في هذا الموضوع، ماذا بكم تشربوا الماء بكثره، لانه الماء غادي يطرد السموم
وغادي يكون تصفية للكلى. وهنا تاني عامل آخر ننصحكم به وما تهملوش، اللي هو ما تشربوش الأدوية من راسكم، لأنه إذا كان عندك مشكل في الكلى غادي كي تشرب الأدوية غادي تزيد تتفاقم الحالة تاعك. وسورتو المسكنات اللي هي الباراسيتامول راها تأثر بزاف على الكلى. هنا ماذا بكم أنكم إذا شتوا عوامل من هاد اللي ذكرتها ما تنساوش أنكم تقوموا بالإجراءات اللازمة، لأنه دايما أنا نقولها الوقاية خير من العلاج. ولكن إذا كان المشكل تفاقم هنا ماذا بكم أنكم ديروا إجراءات لازمة. إذا عجبكم الموضوع ما تنساوش اشتراك في القناة وتبارطاجوه مع أصحابكم باش تستفادوا كامل. إذا عجبكم الموضوع كتبوا لي في التعليقات، وإذا راكم حابين موضوع من عندي ديروا لي في التعليقات موضوع باش نطرقوا عليه إلى الحلقة المقبلة.